صباح الخير او مساء الخير على حسب بتشوفوا الفيديو امتى. بس النهارده هنعمل اللي قدامكم ده. انا مش عارفه بيتسمى قرطاس، بيتسمى ايه بالظبط، بس احنا بنستخدمه في حاجات كتير، في كارديجنز، في عباية بيتي، في بلوزة، في حاجات كتير، وبتدي شكل مختلف خالص للحاجه اللي احنا بنحطها فيها. اول حاجه جبتها او اول حاجه هنعملها ان احنا نبدا نرسم مربع. المربع بيكون طبعا اضلاعه متساويه. انا اخترت ان المقاس بتاعي يكون 10، يعني كل ضلع فيهم 10 سنتي، وده انا شايفه ان هو حجم مناسب. لو انت عايزه اصغر اوكي، 8 7 5 براحتك، على حسب الحجم اللي انت عاوزاه. لو عايزه اكبر برضو براحتك. اول حاجة انا عندي القماشة دي اصلا باقي قماشة من بلوزة هعملها. الفيديو هينزل على طول بعد ده، استنوه. وانا عندي اختيار ان يعني عندي مساحة ان يكون جزء من القماش منقوش وجزء من القماش سادة. انت لو كله سادة مش مشكلة، لو كله منقوش مش مشكلة. مش حاجة اجباري يعني، بس هو القماش الموجود عندي. هبدأ اخد مربع كده من اللي انا رسمته، بعدين اخد نفس المربع اقيس عليه بس من الجزء السادة. زي ما قلت، لو انت ما عندكيش قماش فيه الاتنين سادة ومنقوش، عادي شغال. المهم بعد كده جبت المربعين بتوعي، حطيتهم وش في وش وهنخيطهم. هخيط كل الجوانب بتاعتي كلها، ما عدا جزء صغير خالص هسيبه علشان اعدل منه المربع بعد ما اخلص. حلو كده. هاجي بعد كده على المكنة، وحاولوا يا جماعة انتوا بتعملوها يكون على الطرف. حلو يعني ما تدخلوش قوي في الخياطة لجوه، علشان ممكن ما يبقاش مربع، ممكن يجي في لحظة يبقى مستطيل ونعرفش ننقذ الموقف بعدين، لان هو لازم مربع. حلو. هبدأ اعمل كده كل الاجزاء، واحاول على قد ما اقدر بالراحة وعلى الطرف عشان ما نندمش كلنا. هسيب الجزء اللي قلت عليه عشان نعدل القماش وايه نيجي بعد كده. هنا بعد ما خلصت على طول، ده الجزء اللي احنا سيبناه من غير خياطة. الجزء ده زي ما قلت هو اللي هنعدل منه القماش. هنبدأ نفتحها كده، هفتح بس الجزء ده شوية، وبعدين ايه احاول اعدل المربع بتاعي. بصوا، بعد ما خلصت القماش، عشان هو قماش كده تحسوه شيفون شوية، فشكله مش احسن حاجة. من احسن حاجات اللي ممكن نعملها علشان توضح الشكل بتاعي والزوايا، ان انا بعد ما اعدل القماش اروح كمان دايسة على الطرف وهو معدول. زي ما انتوا شايفين عدلت، وبعدين هدوس على الاطراف بتاعتي
مرة تاني وعلى الطرف بقى بالظبط المرة دي، علشان بس هو شكل. بص، بعد الخيط اللي عملناها شكل القماش كمان كده بقى شكله ماسك نفسه. وبعدين رحت جبت الشريط اللي عندي ده او الحبل ده علشان ابدا استخدمه. انتي لو ما عندكيش ممكن تعملي شريط من القماش عادي. اول حاجه هختار القماش اللي انا عايزاه يكون شكله من بره حلو، اللي انا عايزاه يكون من بره اخليه من جوه بقى، واخدين بالكم؟ وابدا احط اثبت كده الشريط اللي عندي واقفل زي مثلث. مش محتاجة شرح، هو زي ما انتوا شايفين كده بالظبط. انا ثبت الشريط وبعدين هنخيط ضلع المثلث ده اللي اتعمل عندي. بصوا اهو، بعد ما خلصنا خياطة الضلع اللي احنا كنا بنتكلم عليه، هنعدل بس المثلث او المخروط بتاعنا ده وهنكون خلاص خلصنا. شايفين ازاي؟ طبعا بنحدد طول الشريط بتاعنا او الحبل بتاعنا على حسب ما احنا عاوزين، وزي ما قلت بنحدد كمان حجمه. يعني شايفين ده ال10 سنتي، انا شايفه ان هو كويس، لو عايزين اقل احسن. اهو انا عملت طبعا الكحلي ده مش اسود يا جماعه، ده كحلي. وكنت عامله برضو ما كانش عندي شرايط كحلي او حبل كحلي، فعملنا الشريط اللي فوق ده من القماش عادي جدا. شايفين دي كمان كانت اكبر من 10، يعني عملنا باحجام مختلفة عشان تشوفوا. وده الكحل اللي انا بتكلم عليه. شكلهم على فكرة بيدي اختلاف فظيع. والكحل دول عاملاهم من باقي قماش من طرحة احنا عملناها قبل كده. هبقى احط اللينك تحت في كومنت او في الديسكريبشن تحت، هخليكم تشوفوها. خطير. واستنوا كمان الفيديو اللي جاي بعد ده على طول، في البلوزة اللي معمول لها اصلا القراطيس دي، خطيرة بجد، هتعجبكم وفكرتها جديدة ومن حاجة قديمة كمان عندنا في البيت، يعني ببلاش. وبس كده نكون خلصنا.